أهلا وسهلا بكم أعزائي مشاهدي خليجيون، وجولة رياضية جديدة نستعرض فيها أبرز وأهم الأحداث العربية والعالمية. بقيادة الأهلي والترجي وسان داونز 11 فريقا يتأهلون لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. حجز 11 فريقا مقعدهم في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد نهاية مباريات أمس السبت في إياب دور ال 32 بقيادة الأهلي وبيراميدز ممثلي الكرة المصرية، بالإضافة لعدة أندية كبيرة مثل الترجي التونسي والرجاء المغربي وسان داونز الجنوبي أفريقي. شهدت مواجهات السبت مفاجأة بخروج فريق بترو أتلتيكو الأنغولي على يد أسمانيما يونيون الكونغولي بعدما فشل في زيارة شباكه لينتهي لقاء الإياب بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويصعد بطل الكونغو الديمقراطية بفضل فوزه ذهابا بهدفين مقابل هدف. ضمت قائمة الأندية المتأهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد نهاية لقاءات السبت كل من الأهلي، بيراميدز، شباب بلوزداد الجزائري، ماميلودي سان داونز الجنوب الأفريقي، الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي، أسمانيما يونيون الكونغولي، أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، يانغ أفريكانز التنزاني، الرجاء المغربي، مولودية الجزائر. هجوم ضد أفضل دفاع. مواجهة الليلة بين مانشستر سيتي وأرسنال. تتجه أنظار عشاق ومحبي الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ملعب الاتحاد، حيث تقام قمة الجولة الخامسة بين مانشستر سيتي وأرسنال، ويحل أرسنال ضيفا على نظيره مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما يقع أرسنال في المركز الخامس برصيد 10 نقاط. في ملاعب أوروبا ندم مانشستر يونايتد ترقب ريال مدريد، وموعد عودة جافي وفوضى في ميلان. يعيش فريق مانشستر يونايتد حالة من الندم بعد التعادل السلبي مع كريستال بالاس في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي. يبحث ريال مدريد عن لاعبي قلب دفاع واعدين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم. ويراقب ريال مدريد عدة مدافعين، وعلى رأسهم فيتور ريس قلب دفاع بالميراس، وياريك مدافع فالنسيا. يسود التفاؤل داخل نادي برشلونة بشأن عودة لاعبه جافي، والذي تعرض للإصابة في نوفمبر الماضي في الرباط الصليبي. برشلونة متفائل بشأن عودة جافي قبل فترة التوقف الدولي في أكتوبر المقبل، ولكن النادي لا يرغب في المخاطرة به، ويرى البارسا أنه من الأفضل عودة جافي عقب التوقف الدولي. تعم الفوضى قائمة نادي ميلان قبل لقاء انتر في ديربي الغضب الذي يقام ضمن منافسات الدوري الإيطالي. ويعاني ميلان من إصابات عديدة، ما قد يدفع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا إلى إجراء تغير في الخطة 4-2-3-1 إلى 4-4-2. صلاح يقترب من أفضل 10 صناع للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي. وصل اللاعب المصري محمد صلاح تحلقه مع النادي ليفربول هذا المساء ليقترب أكثر من اقتحام قائمة أفضل 10 صناع للأهداف في تاريخ منافسات الدوري الإنجليزي. قاد صلاح فريق المدرب الهولندي أرني سلوت اليوم السبت إلى الفوز بثلاثية نظيفة على بورنموث، ولم يتمكن صلاح من هز شباك بورنموث، لكنه وصل ممارسة هواية مفضلة أخرى بتقديم التمريرات الحاسمة مع ليفربول، إذ صنع الهدف الثالث الذي وقع عليه الأرجواني داروين نونيز. صلاح صنع حتى الآن 4 أهداف في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وارتفع رصيد صلاح من التمريرات الحاسمة في تاريخ الدوري الإنجليزي إلى 73 جميعها من ليفربول. وبات صلاح في المركز الرابع عشر بقائمة أكثر من صنع أهدافا في تاريخ المسابقة الإنجليزية، متساويا مع أندرو كول ومتفوقا بفارق أسيست 1 عن أشلي يونغ. ويحتاج صلاح لصناعة 7 أهداف أخرى في الدوري الإنجليزي ليتساوى مع ديفيد بيكهام في المركز العاشر. إلى هنا أعزائي المشاهدين خليجيون نكون قد وصلنا لنهاية جولتنا الرياضية. دمتم في أمان الله.